في مدرسه الشهيد عبد لكن هذا الأربعة بالمدينة. الأوضاع عندك أخبار إيه؟ الأمور مستقرة يا فندم ومهدئة أستاذ يوسف، أنت والنواب ورؤساء القرى وكل القيادات بتاعت الوحدة المحلية في الشارع النهارده لحد ما تنتهي العملية الانتخابية. مش عايز حد موجود في مكتبه، متابعة ميدانية على الأرض، سواء موجودين في محيط اللجان أو موجودين بالقرب من الأماكن اللي فيها تكتلات أو تجمعات للمواطنين. أي شيء، أي ملحوظة، أي اختارات تجيلك فورا بتبلغ الغرفة المركزية وتتابع. محدش يسيب الشارع النهارده لحد ما تنتهي العملية الانتخابية إن شاء الله في نهاية اليوم. محتاج يبقى فيه سيطرة وتركيز كامل على كل مجالات العملية الانتخابية فيه، علشان الطبيعة القبلية اللي موجودة والإطفاء تبقى موجودة هناك، وتبقى فيه خدمات إطفاء فرعية في اللجان، والمولدات الكهربائية سواء الأساسية أو الاحتياطية نراجعها